السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في جملة كنت كل لما بسمعها ما كنتش بستوعبها الأول ومش بفهم معناها قوي، بس دلوقتي قدرت أفهم معناها. مثلا لما حد يقول إيه ده بيعرفني علشان مصلحة، ده عايزني علشان أخلص له مصلحة، ده كل شوية يكلمني من ساعة محتاج حاجة. يا بختك. وإيه يعني لما يعرفك عشان مصلحة أو يحتاج منك حاجة لو تقدر تعملها؟ يا بختك. عارف يعني ايه معنى الجملة دي؟ عارفين معناها ايه؟ ان ربنا اصطفاك انت بالذات عشان تقضي حوائج حد عاوز حاجة، فربنا اصطفاك انت بالذات علشان يعني تعملها له، تأديها له لو بإمكانك. كده كده حوائج الناس مقضية بأمر الله وبإذن الله، لكن ربنا اصطفاك انت بالذات واختارك انت بالذات علشان تقضي الحاجة دي، علشان هو عايز يأجرك، يديك ثواب، يديك أجر. إن الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. مش كده ولا إيه؟ كده قلنا حاجة الناس مقضية بفضل الله وبأمر الله وبإذن الله. بس يا بختك. كنت ساعات وانا صغيره اقول ايه، اشمعنى كل شويه ماما تنده عليا انا تطلب مني حاجه؟ اشمعنى لما كبرت شويه، اشمعنى انا بالذات اللي بتطلب مني كل حاجه؟ اشمعنى انا بالذات اللي ابويا كل شويه لما يكون عايز مشوار يختارني انا اللي ابقى مصاحبه ليه؟ لما استوعبت الدنيا وفهمت فرحت قوي، لان ربنا هو اللي اصطفاني، هو اللي اختارني ان انا اكون في صحبتهم واكون في رعايتهم علشان عاوز يديني الاجر. اللي في ايده انه يساعد حد يقدر يساعده، يا بخته يا هناه عند ربنا، اجره كبير قوي. اللي يقدر يدي حد حاجة او يحتاج حد محتاج منه حاجة ويقدر ينفذها له بسرعة، ما تترددش لحظة واعملها له، لان ربنا هو اللي اصطفاك ان انت تأدي الحاجة دي. في مقولة سيدنا علي بن أبي طالب بيقول: اطلبوا حوائجكم بعزة نفس أو بعزة الأنفس فإن الله يقضي بها. يعني ما تخجلوش وانتوا بتطلبوا من حاجة من حد. وانت لو حد طلب منك حاجة اوعى تتضايق أو تزعل أو تتنرفز، اشمعنى أنا؟ ده عايزني عشان مصلحة. يا بختك يا هناك، ده ربنا اللي اصطفاك. سلام عليكم.